ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى هعمل معاكم وصفه حلوه وجميله للطعميه، هتغير معاكم طعم الطعميه تماما، واللي ما بيحبوش الطعميه هيحبوها بعد ما يشوفوا الوصفه الرهيبه. مش بتاكلي طعميه والله العظيم اكنك بتاكلي كباب كفته. بنقلها معاكم في حته تانية خالص وهتعجبكم ان شاء الله. اول حاجه كده زي ما انتم شايفين، ب5 جنيه طعميه بس كده من عند بتاع الطعميه، هتعملي بيها وليمه. اول حاجه جبت كيس الطعميه كده وفتحته كده وفضيته في الكيس، او انت عاملاها في البيت ايا كان، طالما لو موجوده عندك او شاريه. دول ب5 جنيه كده زي ما انتم شايفين، بس هعمل بيهم كميه كبيره جدا وهتبقى معاكم موفره كمان. بصوا البصلايه دي يا جماعه اختراع وحصري وجديده وهتعجبكم ان شاء الله. اول حاجه بتبشري البصلايه كده، بتنعميها جامد، وبعد كده انا بضيفها على الطعمية بتاعتي. اقسم بالله بتنقل الطعمية في حتة تانية خالص. وانتي بتقليها كده، انتي بتعملي حاجة، بتعملي لحمة ببصل، بتقلي كفتة، الكلام ده انتي مش بتعملي طعمية. نحط عليها شوية بهارات وكمون وفلفل اسمر. لو عجبكم بقى الفيديو ما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناة عشان يوصل لكم مني كل جديد. بصوا بقى هبدأ، لو انتي كمان عايزة تحطي بيضة عليها، البيضة هتزود من حجمها كمان وهتديها شكل برضو جميل ومتساوي، لكن انا فضلت ان انا اعملها من غير بيض وهتشوفوها وهتعجبكم ان شاء الله. شايفين؟ ويفضل البصل يكون بصل احمر مش البصل اللي هو الابيض. وهتبداي زي ما انت شايفه تقليها عادي زي الطعميه العاديه خالص، بس انت هتبهري بيها ولادك وانت نفسك هتنبهري من الطعم. الوصفه دي يا جماعه واحده جارتي حبيبتي هي اللي قايله لي عليها، ومن ساعتها وانا بعملها وعجباني جدا وجميله، وان شاء الله لما تجربوها هتعجبكم ومش هتبطلوا تعملوها باذن الله. بدات اقليها كده زي ما انتم شايفين. بصوا شكلها في الطاسه مش طعميه، ولما تتحط كمان في الشندوتشات برضو مش هتحسي انها طعميه. بصوا شكلها مختلف وجميله وحلوه. ممكن تعمليها كمان تقليها كفته كده، تصبعيها زي الكفته وتبداي تحطيها في الشندوتشات، مش هتفرق زي ما تكون كفته يعني بالظبط. هي طعميه وكل حاجه، بس احنا بنغير في طعمها وبنطور من طعمها كده وشكلها، وهتبقى حاجه كده جميله. الشندوتش كده زي ما انتم شايفين يتاكل كده لوحده. وشايفين الجمال بجد تحفه، وكان طعمها حلو عجبت الاولاد جدا. بتحطي بقى خيار، طماطم، عندك حلقات من البصل عايزه تحطيها حطيها. على فكره يا جماعه الشندوتش ده بيعمل بره 10 جنيه. انتوا متخيلين؟ احنا بنجيبه بس النص بس فلقه بتاعته بيعمل 5 جنيه، الرغيف كده على بعضه بيعمل 10 جنيه، ومش بيبقى بالنظافه اللي انتوا شايفينها دي. لو عجبكم الفيديو ده تنسوني